تحية طيبة متتبعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج كريتيك عبدو. حلقة اليوم غادي نتحدثوا فيها على المباراة اللي جمعت بالأمس بين فريق الكوكب المراكشي وضيفه وداد فاس واللي جرت على أرضية الملعب البلدي بن قريرة. المباراة اللي عرفت انتصار الكوكب وتحقيق الأول فوز في الموسم خلال البطولة الاحترافية في قسمها الثاني. انتصار يمكن نسميه انتصار من رحم المعاناة. إلا بغينا ندويو على هاد الفوز ففريق الكوكب المراكشي كان محتاج كثير لهاد الانتصار، لأن كما إلا رجعتوا للحلقات الماضية وخصوصا الحلقة الأخيرة فقلت بأن الكوكب يحتاج للاستقرار التقني، الاستقرار اللي عانى منه الكوكب في السنوات الأخيرة واللي خلاه يوصل لأنه ما يصعدش للقسم الاحترافي الأول. لأن إلا بغينا نرجعوا للموسم الماضي فمن الأسباب اللي خلات الكوكب ما يصعدش هو أنه ما كانش استقرار في الطاقم التقني، لأن الكوكب على مر السنوات دائما يسقط في الخطأ ديال تغيير المدربين، تغيير اللاعبين، وهذا الشيء اللي تيدفع الفريق الضريبة ديالو. اللي حسن الحظ أن الملاحظة اللي قلت في الحلقة الماضية أو اللي قبلها بأننا محتاجين الاستقرار التقني ومحتاجين أن المدرب تعطى على الأقل 5 مباريات، وآنذاك ممكن أن المكتب المسيري يتحاسب معاه وفق الضوابط ووفق الإجراءات اللي ممكن اللي تيديروا جميع الفرق الاحترافية. فمباراة الأمس دخل لها رضا حكام رفع شعار انتصار ولا شيء غير ذلك، لأنه كانت عنده الفرصة الأخيرة من أجل انعتاق من مقتلة الإقالة اللي كانت تتلاحقه، لأن في حالة ما الله يحفظكم ما كانش انتصار كان أكيد غادي يتم فك ارتباط برضا حكم. شفنا أن في مباراة الأمس اللاعبين بان بأن الحمد لله الملاحظات اللي تنعطيوها، الملاحظات كذلك اللي تيعطيو الجمهور كان تفاعل معها. شفنا ان اللاعبين دخلوا بواحد الرغبه جارفه في انهم يحققوا الانتصار، وهذا الشيء اللي بان في رقعه الميدان. اللي عاون فريق الكوكب بالامس هو البدايه الجيده اللي ما كانش يلقاها في المباريات السابقه. شفنا ان الهدف المبكر عاون كثير فريق الكوكب المراكشي، لانه خلى الوداد الفاسي اللي فريق محترم، فريق لا يستهان به، لان اللي شاف النتيجه غادي يقول فريق ضعيف، لا فريق مزيان، فريق اللي عنده لاعبين متميزين، لاعبين اللي شباب وغادي يكون عندهم مستقبل زاهر. ففريق الكوكب عاونوا هذاك الهدف المبكر، لانه خلى الوداد الفاسي اللي تنعرفوا انه جاي باش يركن للخلف، لانه عارف ان الكوكب دائما عندما تواجه الفرق اللي تجيد الدفاع تلقى مشكل كبير، وهادشي اللي خلى الوداد الفاسي يجي بهذا المعتقد وجا وركن للخلف. في الدقائق الاولى شفنا فريق منظم، شفنا ان فريق صعيب توصل لمعترك الميدان ديالو، ولكن اللي عاون هو داك الهدف اللي تسجل عن طريق السلامي من بعد خطا ديال الحارس الوداد فاس في الدقه 8 خلى ان الوداد الفاسي يخرجوا يلعبوا الكره. وهذا الشيء اللي تيحبدوا رضا حكم، لان رضا حكم نوعا ما تيشبه رضوان الحمير، تيبغيو يلعبوا الكره، تيبغيو يخرجوا الكره من الخلف ويمشيو بها ضربه ضربه كي تنقولوا حنايا بلغه الكره. يعني وداد فاسي عاونوه فاش خرجوا يلعبوا الكره. شفنا انهم خلقوا متاعب الحارس الجمجمي، ولكن جا الهدف الثاني عن طريق جواد الخلوق اللي خلى فريق الكوكب المراكشي انه ترجع ديك الثقه للاعبين ديالو. شفنا ان المباراه جرت بطريقه جيده، رغم ان في الشوط الثاني مع البدايه شويه تخوفنا، لان وداد فاسي سجلوا كانوا قرب انهم يعدلوا، ولكن الهدف ديال العمري خلى مره اخرى ان الكوكب يسيطروا على المباراه وانهم ينتصروا. ولكن هذا الانتصار فعلا كي قلت مهم ومهم للغايه، لانه تيخلي الاستقرار داخل الكوكب، والكوكب محتاج كثير للاستقرار لانه عانى كثيرا في ظل غياب الاستقرار في السنوات الاخيره. يعني هذا الانتصار عطى واحد الدفعه معنويه، رجع الثقه للاعبين، لا انه اطال مقام المدرب، وهذا امر مهم باش انه الامور تمشي في الطريق الصحيح. ولكن الانتصار ما خاصش يكون يغر اللاعبين ويغر الطاقم التقني. وانتصار مهم، ولكن باقي بزاف ديال الخدمه اللي تنتظر الطاقم التقني بقياده رضا حكم، لان بانوا مجموعه من النواقص في مباراه الامس. لا على المستوى الدفاعي كاين مشكل عند الكوكب كبير اللي خاص يتم العمل عليه، كاين مشكل بدني، اللاعبين باقي ما واجهيش بدنيا، كاين كذلك مشاكل تكتيكيه خاص يتم التجاوز ديالها في المباريات القادمه.
وكاين كذلك مشكل عند بعض اللاعبين اللي ما كاينش ما تيدار لهمش السويفي، لان كاينين لاعبين اللي باقي ما واجدينش بدنيا، ما واجدين صحيا، وتيتم الدفع بهم يعني. وشفنا ان المستوى ديالهم باقي ما تيلقاش التطلعات، وهذا راجع لهاد العوامل اللي قلت. يعني هذا الانتصار خاصو يتستغل فيما هو ايجابي، وخاص تم الان رضا حكم ما بقاش عنده شي عذر اخر، لان كان تيقول ان كاين الضغط على اللاعبين. الان هذا الانتصار غادي يخلي الفريق يبعد شويه على الضغط، يخليه يخدم في اريحيه باش انه يوجد المباراه ستاد المغربي ويثبت هذه النتيجات، الانتصار وهذه الاستفاقه. نتمنىو كي قلت هذه النتيجه تخاد بشكل ايجابي، وما يكونش الغرور، واللاعبين يخليو رجليهم في الارض ويركزوا على المباريات القادمه، ويستغلوا هذا الانتصار باش ان الفريق يرجع للسكه الصحيحه ديالو، ويمشي في سلسله الانتصارات اللي تخليه ينافس على الصعود للقسم الاحترافي الأول. هذا كل ما لدينا في هذه الحلقة، متتبعينا الكرام، إلى اللقاء.